الخيول مخلوقات مدهشة، جمالها وقوتها بيعكس تكيفها مع البيئة الصحراوية القاسية، والتزاوج عندها مش مجرد غريزة، دي لعبة جسدية ونفسية بين الفرس والذكر. الفرس ممكن ترفس الذكر برجليها ويمكن تكسره لو قرب قبل ما تكون جاهزة. تزاوج الحصان مش مجرد غريزة، دي معركة جسدية ونفسية، والفرس هنا بتختبر الذكر وتشوف هو قد ايه فاهمها ويقدر يتعامل مع علامات استعدادها ازاي. في عالم الخيول الأنثى مش بتسمح لأي ذكر يقرب إلا في فترة الشياع، وحتى وقتها الذكر لازم يفهم إشاراتها ويقنعها. بيقضوا وقت طويل في التفاعل، ممكن يوصل لساعات. الذكر بيصدر أصوات ناعمة والفرس بتراقب، لو ما عجبتهاش بتضربه برجليها بقوة ممكن توصل لأنها تأذيه، لكن لو وافقت بيحصل التزاوج بسرعة كبيرة مع توتر وطاقة وغريزة. الغريب إن الفرس ما بتتزوجش إلا في أيام محددة كل 3 أسابيع، والذكر لازم يكون موجود في الوقت الصح، لو فاتت عليه الفرصة يستنى المرة الجاية. بعد التزاوج بتبدأ رحلة حمل طويلة حوالي 11 شهر، والفرس بتولد وهي واقفة، والمهر الصغير بيقف على رجليه في نص ساعة. الفرس ممكن ترفض الذكر عشرات المرات قبل ما توافق، والفحل الأقوى مش دايما هو المفضل. أحيانا بتختار الفرس الذكر الهادئ اللي يعرف يقرأ مشاعرها. الحصان بيسمع من مسافة تصل ل4 كيلومتر، وقلبه ممكن يوصل وزنه لأكتر من 4 كيلو جرام. وبعض الفحول الأسطورية أسعارها بتوصل أكتر من 10 مليون دولار لمجرد التزاوج معاها. وكمان النهاردة الخيول مش بتتزوج بحرية في الطبيعة زي زمان، معظم التزاوج بيتم تحت إشراف كامل علشان نحافظ على نقاوة السلالات. كمان الهرمونات ليها دور رئيسي في تنظيم فترة الاستعداد للتزاوج عند الأحصنة، وهرمون الاستروجين هو المسؤول الأساسي عن التحفيز الجنسي للفرس، وبيظهر علامات واضحة عن استعدادها للتزاوج. أما هرمون البروجستيرون بيتفرز بعد التبويض، وليه دور مهم جدا في الحفاظ على الحمل لو حصل. في علامات معينة بتظهر على الفرس بتوضح لنا إنها جاهزة للتزاوج، زي بيحصل تغير في سلوكها، زي إنها تكون أهدى وأكتر قبولا لاقتراب الفحل. رفع الديل، ودي علامة مميزة بتدل على إنها مستعدة. وكمان التبول المتكرر يعتبر تودد منها تجاه الذكر. كمان من الحاجات اللي ممكن تلاحظها التفاعلات بين الفرس والذكر قبل التزاوج بساعات طويلة، زي الشم ومداعبة الفرس ومراقبة سلوكها، وكل ده مهم علشان العملية تمشي صح. البيئة كمان مهمة جدا، المكان لازم يكون واسع، جو مناسب، والأكل متوازن، لأن ده كله بيأثر على النشاط الجنسي والحالة النفسية للفرس والذكر. ومن السلوكيات اللي بتميز الخيول الذكور وقت التزاوج إن الحصان بيرفع مناخيره لفوق ويقلب شفته العليا، ودي حركة غريزية علشان يشم ريحة الفرس ويتأكد إنها جاهزة للتزاوج. الخيول مش بس مخلوقات للركوب أو السباقات، دي كائنات ذكية جدا عندها قدرات جسمانية مذهلة وحواس قوية بتخليها تتفاعل مع البيئة حواليها، وتتفاعل مع بعضها بشكل غريب ومثير للاهتمام. لكن سحرها مش مقتصر على سرعتها وقدرتها بس، دي كمان من الحيوانات الأليفة والودودة جدا. وعلشان نعرف أكتر عن الأحصنة لازم نتكلم عن الحقائق الغريبة والمثيرة عن الخيول، زي إن الحصان ما يقدرش يتنفس من الفم زي البشر، وجهازه الهضمي بيشتغل في اتجاه واحد بس على عكس الحيوانات اللي بتجدد الطعام علشان تعيد مضغه. كمان حوافر الحصان فيها نفس البروتين الموجود في شعر الإنسان وضوافره. وموجود أكتر من 4000 سلالة من سلالات الحصان في العالم كله، ولكن من أشهرهم الحصان العربي اللي يعتبر السلالة الأفضل بين جميع السلالات التانية. الخيول العربية اتشكلت صفاتها بسبب الظروف الصحراوية القاسية، الحر الشديد، وندرة المية. دي عوامل خلتها الأجمل والأسرع والأغلى بين كل سلالات الخيول في العالم، لدرجة إن خبراء الخيول اتفقوا على إن السرعة والجودة بتاعت أي حصان النهاردة غالباً جاية من دم الخيل العربي الأصيل. الحصان العربي كان له مكانة كبيرة عند العرب، كانوا بيهتموا بيه جدا لدرجة إن الراجل العربي ممكن ينام جعان ويطعم فرسه قبل نفسه وأهله، على عكس باقي الأمم اللي كانت بتفكر بس في حجم الحصان لاستخدامه في جر العربيات. العرب كانوا حريصين إن خيولهم ما تختلطش بخيل غريب علشان تحافظ على صفاتها، وكانوا مهتمين بشكل كبير بأنساب الخيول، لدرجة إنهم كتبوا كتب كاملة لتوثيق أنساب كل فرس وحصان علشان يضمنوا نقاء الدم ويحافظوا على المميزات الفطرية لكل واحد منهم. مع الوقت الخيول العربية اتكيفت مع الصحراء، وده خلاها تتميز بصبر وتحمل عالي، ولأنها كانت بتعيش في مناطق فيها مراعي شحيحة اتعلمت الاكتفاء بأعلاف بسيطة زي التمر وحليب الإبل، وده خلى صحتها كويسة جدا.
الحصان العربي معروف برشاقته وجماله، عنده راس صغير وعينين واسعة وشكل وجه فيه تقعر خفيف بيشبه رؤوس التنانين. صدره واسع علشان رئته قوية ويقدر ياخد هوا أكتر، ومناخيره كمان واسعة، وده كله بيساعده في الشغل الشاق والجري لمسافات طويلة. ظهره قوي وقصير، وعدد فقراته أقل بواحدة عن باقي الخيول، وده بيدي الجسم قوة واستقامة. وغير الشكل، الحصان العربي عنده صفات نفسية مميزة، أهمها الشجاعة، وده اللي بيخليه ثابت في المعارك مهما كانت الأصوات عالية. العالم كله اتأثر بشجاعته، حتى القادة التاريخيين زي جنكيز خان والإسكندر الأكبر وجورج واشنطن كانوا بيقدروا قيمته. والحصان العربي وزير كان المفضل لنابليون بونابرت ورافقه في أهم المعارك. الحصان العربي ذكي ووفي، سريع الاستجابة لأقل إشارة من الفارس، قليل الأمراض، وسريع الشفاء من أي جرح مهما كان كبير. كمان خصوبته عالية وبتفضل موجودة حتى لما يكبر في السن. كل الصفات دي وأكتر خلت الحصان العربي الأصيل الأغلى والأكثر تقديرا بين كل الخيول في العالم. الخيول أكتر من مجرد جمال وسرعة، دي ذكاء وصبر وشجاعة، ونقدر نفهمها كويس من تفاصيل حياتها، سواء في السباقات أو حتى في سلوكها الطبيعي. والتزاوج اللي مش بس غريزة، ده كمان علم وسلوك ومهارة، وطريقة بيتواصل بيها الحصان مع محيطه، وبيظهر قدرته على البقاء والتكاثر. كمان كل حاجة من العلامات الصغيرة للفرس لحد حركات الذكر وسلوكياته بتلعب دور كبير في نجاح العملية. وبالتالي الاهتمام بيها وفهم سلوكها بيخلينا نحافظ على خصائصها الطبيعية ونقدر قيمتها الحقيقية، وده اللي خلى الحصان العربي يفضل رمز للجمال والوفاء والقوة عبر التاريخ.